وسهم اترمى ما يهمناش الليل ولا ألف جرح وويل طول ما الحياة بتميل نعدلها واحنا سوا نحلم على كيفنا نغلب عذاب خوفنا نرسم على كفوفنا قلب وسهم اترمى ما يهمناش الليل ولا ألف جرح وويل طول ما الحياة من الناس اللي لهم فضل على المكان وعلى الشارع العامي الراجل منا بيعتبره اخوه الكبير ومنا بيعتبره باباه ومنا بيعتبره صديقه. الراجل قدمنا كلنا بشكل جميل قوي 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 وحببنا في الشعر بشكل حلو قوي قوي قوي. عايزين نسمع منه كلمه ويقدم ولاده ويقدم اخواته نسمع استاذ احمد الشربيني. اتفضل. لا والله لا تشوف والله يا دكتوره لا والله دكتوره عشان تعرفوا لكن بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أنا بعلم قدام الجميع تقصيري تجاه منتدى التكية، وإن كنت بدير منتدى معظمكم يعرفوا منتدى أبناء طيبة، وهذا المنتدى الذي قيل عنه المنتدى الذي ولد كبيرا. أنا بدوري كمدير عام منتدى أبناء طيبة بقول لا، التكية هو المنتدى الذي ولد كبيرا، لأن الناس اللي أسسوه بعتبرهم من المناضلين. أنا كنت من مؤسسي طيبة، ولكن كنا كلنا أسماء كبيرة وأعمار كبيرة وخبرات كبيرة وبرضه إلى حد ما إمكانيات كبيرة مادية، فكان سهل إن احنا نعمل هذا المنتدى. إنما الظروف والمناخ اللي تكون بيه التكية كانت مسألة تحدي أو إثبات ذات، أو نكون أو لا نكون. كان نفسي بالفعل أما دخلت التكية إن أنا أكون عنصر فاعل، وأقول وبعد إن تلك فترة مؤقتة وأعوض هذا الكلام، لأن أنا مدين لهذا التجمع بالكتير. الشيء الجميل ان اخويا ايمن عثمان من فترة بيتكلم وهو شاعر عامية، بيتكلم بمنتهى الحب والسعادة وبيقول لك ايه القصة تغض عندنا في المنتدى، وهو شاعر عامية. انا بقول ان هذا يحسب للقصاصين في التكية. مش عايز اقول يحسب على شعراء العامية لان هناك اقسام عدة وابداعات عدة، ولكن بقول يحسب للقصاصين، وطبعا بقيادة المايسترو اللي ما ننكرش جهدها. ولذلك انا كنت متخيل ان الدكتورة ايمان دي حاجة ضخمة قوي كده من خلال لا بالفعل تكاد تكون العصب او محور الارتكاز داخل هذا الكيان. فجميل جدا انها قدرت بولادها حتى لو كانوا اكبر منها سنا. انا بعتبر كل من كتب القصة في هذا المكان اولاد ايمان الدواقلي. انا بقول هذا يحسب لاولادها طبعا كراعية للقصة القصيرة في المكان، هذا يحسب لهم. واكبر دافع ومحفز للكسالى امثالنا من المبدعين الذين يكتبون في المجالات الاخرى، وتلك ظاهرة صحية. يعني على سبيل المثال بنلاقي مثلا يقول لك منتدى قهوة كتكوت روح اقرا هناك شعر عامية، المنتدى الفلاني روح اقرا فيه شعر فصحى، المنتدى الفلاني روح اقرا فيه الخواطر النثرية، المنتدى الفلاني اقرا فيه كذا كذا كذا. النهارده كون اني يتقال التكية برز فيها الابداع السردي،
او الابداع القصصي. فاتقال لي مره في منتدى برضه كنت بديره، صاحبه المنتدى بتقول ايه، انا شايفه العاميه طغت. قلت لها خلاص هنصدر فرمان ان شعراء العاميه يعدوا اللعب وما عادش يبدعهم ويروحهم ويجوا لنا كل شويه علشان سيادتك انتوا بتقفوا في فسحه تبانوا شويه. ما هي خيبه منكم يعني، ما يحسب ليا يحسب خيبه عليكم. فهنا بقول مانيش عايز اقول خيبه وان كانت خيبه على شعراء الفصحى شعراء العاميه. التراك موجود، والبس البوت واطلع اجري قصادي، انا اهو وانت اهو، وفي اقسام لشتى صنوف الابداع. ولكن هذا لا يزعج ايضا برضه، تلك ظاهره صحيه في كل الاماكن، وبحكم خبراتنا وبحكم تعاملنا مع المنتديات بيحصل دروبات، مره بيظهر شيء. وان كنت ارى بان القصه القصيره في التكيه ماشيه على القضبان وعارفه سكتها وما عادش في حاجه هتوقفها، ونتمنى ذلك باذن الله. بأحيي هذا الجمع اللي قدر اكتر من مرة، وهو هذا الكيان الوليد حديث العهد اللي عمره 2 سنين. بتمنى له دوام الاستمرار، وافخر بكوني انتسب كعضو في منتديات التكية، وان كنت عضو كسول، ولكن قاعد بان هذا الكسل سيكون مؤقت، وان شاء الله اكون معاكم جندي في ميدان الابداع في التكية. بحييكم وبقول كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الثاني، والف مبروك الاصدار الثامن، واتمنى ان يكون الاصدار ال80 والسنة الى ما شاء الله، وكل عام وانتم بخير. شكرا.